الهدف الأول للإعلام سواء الغربي أو الشرقي إنه يزرع في عقلك الباطن صورة وهمية لحاجة معينة هو عايزك تشوفها بشكل معين يخدم مصالحه وأهدافه. يعني مثلا لما حضرتك تسمع كلمة المارينز الأمريكي على طول هيجي في بالك المشاهد ديت، ولما تسمع اسم داعش بيجي في خيالك المشاهد دي عشان تفضل دايما حاسس بالخوف والرعب. أما بقى لو سمعت جملة الحرس الثوري الإيراني مش هيجي في بالك إلا تاريخ ووحشية الحضارة الفارسية القديمة، ومش هتشوف إلا المشاهد دي. بس الحقيقة صديقي العزيز هي عكس كده تماما، والمشاهد اللي بيرسمها عقلك الباطن ديت ما هي إلا نتيجة لقوة الإعلام والميديا لصناعة وهم كبير عشان يسيطر على خوفك وقرارك. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ما قبل الجريمة. معاكم يوسف صلاح الدين المحامي، والنهارده هنتكلم عن اغتيالات الموساد والحرس الثوري الإيراني. بس أولا حابب أفكر حضراتكم إن في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كان دايما الأهالي يخوفوا الأطفال بقصص رعب عشان يسمعوا الكلام، ولما الأطفال دي كبرت اكتشفت فجأة إن كل ده كان وهم وخدعة من الأهالي بهدف السيطرة على تصرفات هؤلاء الأطفال. وده اللي عمله بالظبط الإعلام في حاجات كتير قوي حوالينا. بس خلينا في موضوع حلقة النهارده وهو الحرس الثوري الإيراني. لما قامت الثورة الإيرانية على الشاشة سنة 79 عاد آية الله الخميني إلى طهران بعد 14 عام من النفي قضاها ما بين العراق وتركيا وفرنسا، وهو اللي كان بيحرك الشارع من بره. بس لاحظ حاجة مهمة جدا ممكن تهدد نجاح ثورته، وكان لازم يتصرف وبسرعة. افتكر الخميني إن في الخمسينات الجيش الإيراني عمل انقلاب على حكومة محمد مصدق وعزله، ورجع تاني نظام الشاه بمساعدة أمريكية. فقال لك عشان أحمي الثورة لازم أعمل جيش موازي يكون أقوى وأكثر نفوذا من الجيش الوطني، وسماه الحرس الثوري عشان يحمي ولاية الفقيه. تقريبا جه في بال حضرتك دلوقتي اللي عمله الاخوان في مصر في السنه السوداء اللي حكموا فيها لما حاولوا يتعلموا من الايرانيين ويعملوا جيش موازي بهدف حمايه نظام المرشد. المهم طبقا لنص الماده 150 من الدستور الايراني الهدف من انشاء الحرس الثوري هو حمايه الثوره داخليا وخارجيا. وطبعا الجمله المطاطه دي فتحت الباب للحرس الثوري الايراني انه يتغلغل في مفاصل الدوله ويسيطر عليها. وطبعا نتيجه للسلطه المطلقه للحرس الثوري الايراني ظهر فساد متناهي في الدوله. وخلينا دايما عارفين ان اي سلطه مطلقه في اي دوله لازما ولا بد ان يقابلها فساد متفشي في تلك الدوله. طبعا تم تهميش قوه الجيش الايراني بالمقارنه بقوه الحرس الثوري اللي بقى من اكبر واغنى المؤسسات في ايران، واللي بيسيطر على ثلث الاقتصاد الايراني لحد سنه 2002. واكتشفت امريكا فجاه ان ايران بتجهز اول مفاعل نووي. هنا اعلنت ايران رسميا ان الهدف من البرنامج النووي هو الاغراض السلميه. وطبعا امريكا في الوقت ده كانت بتستعد لحرب العراق ومش فايقه لايران. وباختصار كده يا صديقي العزيز، من تاريخه اللي هو 2002 لحد سنه 2011 نجح الموساد الاسرائيلي في اغتيال العشرات من العلماء الايرانيين في مختلف المجالات، وكمان ضباط وقاده من الحرس الثوري الايراني. بس الغريب والمريب في نفس الوقت ان كل الاغتيالات ديت او تحديدا 95% منها كان داخل ايران نفسها. واللي عايز اوضحه هنا ان مفيش اي جهاز استخبارات على مستوى العالم يقدر يحقق كل النجاحات دي داخل دوله معاديه الا بمساعده خونه وجواسيس من الداخل. طب السؤال هنا، ليه ايران تحديدا فيها الكم المهول ده من الاختراق والخيانه ضد الحرس الثوري الايراني؟ الاجابه يا صديقي العزيز في كلمه واحده: الفساد. الفساد المتفشي في ايران وقمع المعارضه ايا كان نوعها او ايديولوجياتها خلى نسبه كبيره من المعارضه الايرانيه يدا بيد مع الموساد الاسرائيلي، سواء يعرف ان هو موساد او ما يعرفش. كل ده بهدف اغتيال العلماء الايرانيين اللي بعضهم بيعمل بالسخره. عشان كده كل الاختراقات اللي حصلت وهتحصل في ايران مصدرها كبار الموظفين في البرنامج النووي الايراني. وبعد 9 سنين من الاغتيالات وتحديدا في 2011 ايران قالت لا بقى، احنا لازم نفرض حراسه خاصه على كل عالم بيعمل في البرنامج النووي الايراني. ومن هنا بدات الكوميديا. تصارعت اكثر وتيره اغتيالات الموساد للعلماء الايرانيين وفي قلب طهران لحد 2014 تدخلت امريكا طبعا برئاسه اوباما وطلبت من اسرائيل تخف في اللعب شويه عشان احنا بنسعى لتوقيع اتفاق نووي مع ايران. اسرائيل على الورق وافقت امريكا برئاسه نتنياهو، لكن في الواقع فضلت الاغتيالات شغاله لحد ما تيجي سنه 2018 ويعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي عالمي نجاح الموساد في الاستحواذ على نص طن من الوثائق السريه لبرنامج ايران النووي، وبيتفاخر ان هو حصل على الوثائق دي من قلب طهران ونقلها الى قلب تل ابيب. عارف يعني ايه نص طن من الورق والسيديهات مش تصورها بكاميرا مثلا وتنقلها وتبعتها عن طريق النت؟ ده تم نقل الاوراق دي كلها من قلب طهران الى قلب اسرائيل. Half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. That Project Ahmad
was a comprehensive program to design, build, and test nuclear weapons. وما فيش كام شهر وتحديدا في بداية 2020 وتعلن إسرائيل اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. بالمناسبة فيلق القدس اللي ما يعرفش هو قوات حرس الثوري الإيراني اللي بتعمل خارج إيران. دي قوات تأسست 91 وأول دولة بدأت منها نشاطها خارج إيران كانت سوريا، ومنها إلى لبنان والعراق واليمن، إلى أن تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني سواء في الداخل أو فيلق القدس اللي هو بيعمل في الخارج من قبل أمريكا كمنظمة إرهابية، والكلام ده كان سنة 2019. نيجي بقى على أهم عالم في إيران وعراب البرنامج النووي الإيراني الدكتور محسن فخريزادة الله يرحمه، اللي تم اغتياله من قلب العاصمة طهران. الجديد بقى عشان تعرف حجم الفساد في طهران ان الموساد في اخر اكبر عمليه نجح ان يدخل ايران روبوت بيتم التحكم فيه عن طريق الاقمار الصناعيه وهو اللي نفذ العمليه. وهسيب لحضراتكم في اخر الحلقه فيديو نشره التلفزيون الاسرائيلي بيتباهى بيه ان هو ازاي نجح في تنفيذ العمليه دي وكانها حاجه من الخيال العلمي. نسيت اقول لحضراتكم ان ايران على مدى 40 سنه اعدمت المئات بتهمه الخيانه والتخابر مع دول معاديه، وبرضه ما زال الاختراق مستمر. نرجع بقى لموضوع الروبوت. المضحك في الموضوع ان الروبوت ده دخل من الموانئ الايرانيه وتم تجميعه في الداخل، وبعد كده تم نصب الكمين وتركيبه على عربيه نص نقل في الطريق العام بطهران. وبعد ما الروبوت المثبت على عربيه نص نقل خلص مهمته واغتال الدكتور فخريزادة واغلبيه الحرس اللي معاه في 3 دقائق، الروبوت دوت فجر نفسه هو والعربيه اللي تحتيه عشان ما يسيبش اي طرف خيط للايرانيين. كل ده عمل الموساد طبعا بمساعده مواطنين من الداخل والحرس الثوري الايراني ولا الهوى. يعني احنا امام اكبر نظام امني في التاريخ الحديث تم اختراقه بشكل مهين ومضحك، وده بسبب ان هو يتكون من مجموعه من الخبؤات. اللي يعني يخبؤ خبؤ. الحلقه اللي فاتت لما اتكلمت عن جرائم بشار ابن الاسد بمساعده الحرس الثوري الايراني في سوريا اتعرضت لهجوم وانتقاد، وكانت اول مره اتعامل مباشره مع ما يسمى باللجان الالكترونيه. فقلت برضه عشان اتاكد كتبت لهم في التعليقات هو ليه ما حدش من حضراتكم دافع عن صدام حسين وحزب البعث العراقي لما اتكلمنا عنهم في الحلقه. وكانت النتيجه اشاده وتفخيم للزعيم القائد مفجر الثوره لمجرد اني ذكرت اسم صدام حسين. بس اللي اثبت لي ان هم لجان ومجموعه من الخبؤات اني اساسا في الحلقه اللي فاتت ما اتكلمتش اصلا عن صدام حسين. وده اللي ياكد لحضراتكم ان اللجان الالكترونيه دورها فقط هو الهجوم على عنوان اي محتوى ممكن يحمل اساءه لاسيادهم بدون ما يشوف المحتوى اصلا. نرجع بقى لموضوعنا ونشوف اهم سؤال متداول حاليا في الوطن العربي، هي ايران عايزه مننا ايه كعرب؟ طب خلينا متفقين اولا ان الشعب الايراني من اطيب الشعوب على وجه الارض ومغلوب على امره، وده مش كلامي، اللي يثبت لك دوت مئات الالاف من العماله الايرانيه المحترمه في قلب دول الخليج. بس نظام الخميني وعشان هو نظام ديني في المقام الاول فهدفه هو نشر المذهب الشيعي في كل الدول العربيه ومحاربه النظام السني اللي بتحميه المملكه العربيه السعوديه. فبيحاولوا نشر قواتهم في اي مكان يعمل لك صداع، في حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، للاسف سيطروا على العراق وسوريا، كان في محاوله مع البحرين في 2011 بس الحمد لله فشلت. بس احقاقا للحق حركه حماس في فلسطين هي الجهه الوحيده اللي بتتلقى دعم عسكري من ايران ومش بتدعم النظام الشيعي. طب هل امريكا هتحارب ايران عن طريق تحالف عربي اسرائيلي؟ شوف يا صديقي العزيز، لك ان تقتنع او ترفض وجهه نظري، بس اكبر مستفيد من وجود ايران بوضعها الحالي وما تمثله من خطر على الخليج هي امريكا، ومش ممكن تدمرها. ممكن بس وعلى الاكثر يعني توجه لها ضربه عسكريه كده من بعيد لبعيد، انما غزو زي ما حصل مع العراق ده مستحيل. لان ببساطه ايران فزعت امريكا لدول الخليج عشان يفضلوا يشتروا منها سلاح بمليارات الدولارات ويبقى دايما ليها وجود في الخليج. فلو الفزاعه والبالونه دي فرقعت امريكا مش هتعرف تبيع سلاح تاني للخليج. والاخطر من كده كمان الخليج مش هيلاقي عدو في المنطقه الا اسرائيل. عشان كده لازم دائما تلاقي ايران بتهدد الخليج، داعش بيهدد الشام وسينا في مصر، انما لو المنطقه دي استقرت امريكا هتخسر كتير قوي. واخيرا ايران حضاره عظيمه وعمرها الاف السنين، البعض شايفها حضاره شريره. هقول لحضرتك شوف اللي عمله الروم في العالم كله. لكن لو في حسنه واحده للنظام ولايه الفقيه في ايران فهي دعم حزب الله في لبنان وحركه حماس في فلسطين ضد اسرائيل مش ضد العرب. وفعليا وليس قولا النظام الايراني الحالي هو اكثر نظام على وجه الارض معاداه لاسرائيل. بس للاسف الحلو ما يكملش، لان ايران لو بتعادي اسرائيل ايراد فهي بتعادي العرب 24 ايراد. في النهايه انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وانتظرونا قريبا في حلقه جديده من برنامج ما قبل الجريمه. عرضت القناة 13 الإسرائيلية تحقيقا عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، وقد وصف التحقيق عملية الاغتيال بأنها تشبه أفلام الخيال العلمي. وأعاد